السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم فيديو جديد، وصفه جديده. وصفتنا اليوم هي الكعك السفياني. كنخدموه بهذه الطريقه هذه، او تخدموه بالطريقه بلا ما تنقشوه، غير دوروه ديروا ليه بالمقص هذوك السنينات. كيجي رائع وبالمقادير ديالو بساط، وكنحضروه على يدينا بطريقه سهله. ما شاء الله على الناس ديال اسفي، بدعوا في الكعك وتفنوا فيه ما شاء الله اشكال مختلفه. وكنوجه التحيه للصديقه ديالي اللي عطاتني هذه الوصفه، كنقول لها شكرا. خليكم معايا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجو جوج الكيسان ديال السكر، حبيبات. العبار بالكاس ديال العنبه، الكاس اللي عبرتو به المقادير تعبروا به المقادير كامله. جوج الكيسان ديال الماء، الماء عادي ماشي سخون ماشي بارد، الماء دافي شويه باش كيذوب لينا السكر. عندي هنا ساشي ديال الزهر. صافي كنخدمهم بيديا حتى كنذوب السكر، نخدموه مزيان حتى يذوب السكر وما نبقاوش نلقاو دوك الحبيبات هكا تحت يدينا. عاد كنزيدو المقادير الاخرى. عندي هنا كاس لاروب ديال الزنجلان. قد ما كترنا فيه الزرارع قد ما كيجي بنين وكيجي لذيذ، ما كيجيش فيه غير الماء والسكر والدقيق من طبيعة الحال. وعندي هنا النافع وحبة حلاوة، جوج معالق حبة حلاوة وجوج معالق نافع. صافي كنخدمو مزيان وكنحكو دوك الحبيبات ديال السكر حتى كيذوبوا. عندي هنا جوج كيسان ديال الزيت. المقادير راه بساط وساهلين ومكونات موجودين عندنا في البيت، وكيجي رائع وكيخرج تبارك الله كميه كثيره. كنخلط المقادير هكا مزيان وكنحاول ندوب بدوك الحبيبات ديال السكر حتى ما كنبقاوش نلقاوهم تحت يدينا هكا. صافي هنا السكر داب، ما بقاش المكونات كلهم انسجموا مع بعضياتهم. عندي هنا كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات، نوعيه جيده. كنغربلوه وكندخلوه تدريجيا. وعندي جوج ساشيات ديال الخميرات الحلوه من حجم 8 غرام، المجموع 16 غرام. صافي وكنبقاو ندخلوا الدقيق تدريجيا وحنا نخدموا الكعك وحنا كنشوفوا عيننا ميزاننا. يقدر يهز لكم كيلو كامل، يقدر يهز لكم ناقص شويه على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. كاين دقيق اللي كيكون ناشف شويه كيتشرب، كاين اللي كيكون عادي. صافي كنحرك هكا مزيان. هنا كنزيد الكميه اللي باقيه ديال الدقيق. كما قلت لكم نتوما كتحركوا عينكم من ميزانكم، ولكن في الغالب راه كيهز كيلو ديال الدقيق كيكون مضبوط. كيقل واحد شويه، تقريبا شي كاس لاروب هكا كيبقى كنخدموا به. صافي هنا كتبقاو تدخلوا الدقيق تدريجيا، كتزيدوا عينكم ميزانكم حتى كتجمع لكم، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه. الا جات قاصحه راه كيجي ناشف كيتهرس لينا، الا جات ثاني مرخوفه ما كتخدمش لينا ما كتنقش. صافي هنا كنجمعها تحصل على هذا القوام بهذا الشكل هذا. هزت ليا كيلو ناقص منه كاس لاروب.
هذاك كاس لاروب تنخدموا به الكعك فاش كنبغيو نقشوه كنرشوا شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقش لينا في اللاطه وما كيلصقش لينا في السطح ديال العمل. صافي كنحصلوا على هذا القوام هذا بهذا الشكل هذا، ما مرخوفه ما قاصحه. صافي كنخليها ترتاح شويه، عاد كندوز كنشكلو. الدقيق اللي في هاد الطبسيل هو اللي شاط ليا من الكيلو، كيبقى هنا كنرشو به السطح ديال العمل وحنا كنخدمو. الا كانت عندكم الماكينه راه غتسهل عليكم الخدمه، غدوزوها في الماكينه كدلك شويه وكتبداو كتشكلوا بها دوك الحريبلات الطوال. انا هنا ما عنديش الماكينه، غنخدمهم غير بيديا، غنخدمهم هكا حريبلات قصار وغنحطهم يرتاحوا شويه عاد نشكلهم. كنخدم هنا نص ديال الكميه، عاد كنبدا نشكل على ما ارتاحوا تقريبا شي 15 دقيقه هكا على ما يرتاحوا عفوا. عاد كنبداو نشكلوهم. صافي وانتم كتحربلوهم وعينكم ميزانكم كتقادوهم يكونوا هكا مرقاق مغلاض. هاد الحريبلات هادو يكونوا متوسطين، حيت فيهم الخميره راه مازالوا غيتنفخوا شويه فاش يكونوا كيطيبوا. ونبقاو نقادو فيهم فين ما بانت لينا شي بليصه هكا غليظه نقادوها بيدينا. هنا الطول ديالهم 14 سنتيم، كله على حسب الشكل اللي بغا. الا بغيتوهم صغيورين شويه على هكا غديروا قل، ديروا 12 سنتيم او 10. هنا غنعمل فيهم انا 14 سنتيم. صافي هنا غنبقى نحربل هاد الحريبلات صافي هنا غنبقى النص ديال الكميه غنديرهم حريبلات وغنخليهم يرتاحوا شويه، عاد نرجعوا نشكلوهم. صافي هنا غنبدا باللولي اللي حربلتهم، غنديروا شويه ديال الدقيق ما نكتروش، نديرو غير في التحت ديال الحربول، ما نديروش من الفوق باش ما يجيناش الكعك شهب. صافي وبالنسبه للنقش او الشكل راه كيبقى على حسابكم نتوما، ممكن ديروهم غير عاديين ديري لهم غير هاد السنينات، ممكن تنقشوهم كيبقى على حسابكم نتوما. وما شاء الله على الناس ديال اش صفيره كما قلت لكم تفنوا في الكعك ما شاء الله عليهم، كيفاش كينقشوه وكيفاش كيخدموه الله يعطيهم الصحه. وما يمكنش تمشيو للاسفي وما تجيبوش الكعك المسفيوي وما تجيبوش الفخار، واخا تجيبو غير كويس وما كتجيبوش يديكم خاويين ما شاء الله عليهم. صافي هنا كنقش بهذه الطريقه هذه. هذا المنقاش هذا تقريبا فيه 12 سنه كدوزوه في الدقيق باش ما يلصق ليكم، وكتسوسوه وكتنقشوه بهذا الشكل هذا. الطريقه ديال النقش كتديروا سنينه ورا سنينه هكا، والنقش راه كيبقى على حسابكم نتوما. صافي كندوزو هكا في الدقيق وكندورو وكنسدوه، وباش كيتسد ليكم هاد الرويصات هادو كنكونوا مرقينهم. صافي وكنلاقيهم هكا وكنديروا الكاس باش كيجينا العبار مقاد للمبتدئات فقط، ملي ما شاء الله متمكنين راه ما كيحتاجوش هاد الكاس. صافي وكتسدوا بالمنقاش دوك الرويصات وكدوروا بالكاس باش كتجي الدوره مقاده هي هذيك. صافي غنعاود معكم وحده اخرى بنفس الطريقه. في الاول ضروري راه كديروا الكاس باش كتجيبوهم مقادين، وملي كتعوضوا صافي راه كتولي تسدوهم عاديين. وممكن ديروا الغطايه ديال القرعه ديال الزيت الكبيره ديال الخمسه حتى هي كتجيب العبار هو هذاك وتسدوا بها. صافي هنا غنضرب ليهم السنينات بالمقص نفس الطريقه. وهذا المنقاش هذا كدوزوه شويه في الدقيق وكتبقاو تنقشوه بنفس الطريقه، كديروا سنينه ورا سنينه. فاش تكونوا تنقشوا ديك السنينات الاخرين كتشدوا فيهم تشدوا في البلاصه الاخرى اللي باقا ما منقوشاش. صافي وكتمشيو هكا. وممكن كما قلت لكم ما تنقشوهمش، هادو اللي كيتنقشوا راه ما كيدارش ليهم البيض في الوجه ديالهم ما كيدهنوش، والاخرين اللي ما كيتنقشوش راه كيدهنوا كدهنوهم بالبيض
وكديروا لهم شويه ديال الزنجلان وكتدخلوهم يطيبوا بنفس الطريقه. صافي هنا نفس الطريقه كتسدوا هكا داك الرويصات كيكون رقاق، وكتسدوا على الدوره ديال الكاس وكتبركوا عليهم بهذا المنقاش. كيتطبع فيهم كيجي المنظر ديالو زوين ونفس الوقت كيتسدوا. صافي كيجيو بهذا الشكل. صافي هنا غنخدم معكم وحيده اخرى، راه واضحين وساهلين. ممكن هاد السنينات ديروهم بالموس، ولكن الصراحه بالمقص كتحكموا فيهم وكيجيو مزيانين. كاينه طريقه اخرى تاني بلا ما كديروا دوك السنينات وكديروا داك الغطايه ديال القرعه الصغيره ديال الزيت وكتطبعوا بها في الجنب على شكل دوائر وكتنقشوهم. هذوك الدوائر كتنقشوهم فاش كتسدوهم كيجيو هما الطريقه ديالهم زوينه. كما قلت لكم راه كيبقاو على حسابكم نتوما وكتفنوا فيهم كما بغيتو. اللي مهم هي الطريقه ديال العجينه تكون مضبوطه باش كيجيو زوينين وكيجيو لذاذ. ما كنكثروش فيهم الماء، كنديروا المقادير مقاده وكنقووا فيهم شويه الجنجلان والنافع وحبه حلاوه كيعطيهم واحد المذاق زوين. صافي هنا غنسد معكم هاد الوحيده حتى هي بنفس الطريقه، وضروري يكونوا هاد الرويصات هكا رقاق باش كيتسدوا لينا وما كيجوش. وكندورهم هكا باش كياخذوا لينا الحجم ديال القاع الكاس وكيجونا مقادين. صافي هنا غنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي وغنرجع معكم. هادو اللي خدمت معكم الاولين حتى نعمر اللاطه. صافي هنا اللاطات عندي واجدين، الفران راه سخون على 160 درجه. صافي كنطيبوهم على نار ناقصه من الفوق ومن التحت. هنا الكعك ديالي واجد. ممكن تسديوهم الفران ديال الزنقه، الصراحه كيطيبهم هما هادوك الا كان الفران عندكم ناقص. صافي وكنخرجوهم كيجيو بهذا الشكل محمرين من الفوق ومن التحت كيجيو رائعين. في الحقيقه هنا التصوير ما عطاهمش حقهم. ما نقولش لكم راه مقرمشين ولذاذ رائعين. قد ما كنقويو فيهم الزرارع وكنكونوا سخيين معاهم في الزرارع قد ما كيجيو رائعين، كيعطيهم واحد المذاق رائع. وكيجيو بهذا الشكل كما كتشوفوا راه كيجيو لذاذ ورائعين. وهذا الشكل النهائي ديال وصفتنا ديال اليوم راه كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين بالصحه والراحه. وشكرا على المشاهده، ولا تبعتوا الفيديو حتى الاخر ما تنساوش تابوناو عندي